وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعاقد مع الإسباني خواكين كاباراس للإشراف على تدريب المنتخب الجزائري. المزيد من التوضيحات حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي إن سبورتس حسين ياسين. مساء الخير حسين، أكيد محبي الخضر الكثر حسين بوصالح عفوا. أهلا حسين، أكيد جميعنا بانتظار أن نعرف مدى صحة هذا الخبر وإلى حد هو رسمي أم لا حتى الآن. بداية مساء الخير ولمشاهدي قنوات بي سبورت. اكيد انه خبر تعيين المدرب للمنتخب الجزائري كان في سريه تامه، وحرص رئيس الاتحاد الجزائري الجديد لكرة القدم فارس بن زبطي على اتمام هذه الصفقه بسريه تامه. المؤكد اولا هو بجنسيه اسبانيه، وهذا ما تم التاكد بعدما توجه رئيس الاتحاد منذ يومين صوب اسبانيا من اجل الالتقاء بهذا المدرب الذي ربما كانت تحوم شكوك حول اسماء عده. ربما ما تم اليوم تداوله من قبل وسائل الاعلام الاسبانيه كان قد تم تداوله ايضا في وسائل الاعلام الجزائريه. خواكين المدرب الذي اشرف على كثير من الانديه الاسبانيه على غرار اشبيليا واوساسونا هو الاقرب الى تدريب المنتخب الجزائري، لكن لحد الان لم يصدر اي بيان رسمي من قبل الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. وبحسب المعلومات فان البيان يمكن ان يؤجل الى غدا بعد ظهر اليوم غد، وهذا لانه هناك بند واحد فقط بقي لم يتم الاتفاق بين رئيس الاتحاد الجزائري خالد بن زبطي والمدرب القادم. لكن لحد الان الاسم هنا بشكل رسمي هل المدرب خواكين هو المدرب الرسمي للمنتخب الجزائري؟ لحد الان هذه المعلومه لم توثق ولم تنزل لحد الان سواء على موقع الاتحاد لكرة القدم، لكن يظل هو الاقرب بحسب المعلومات المتداوله هنا. اكيد سيكون بانتظار الاعلان الرسمي والنهائي عن كونه مدربا جديدا للخضر، لكن برايك حسين وبمتابعتك الى اي حد تتوازى السيره الذاتيه لهذا المدرب مع طموحات وامال الخضر الكبيره؟ لم اسمع السؤال. أقول إلى أي حد تتوازى السيرة الذاتية إنجازات هذا المدرب مع طموحات الخضر المستقبلية الكبيرة برأيك حسين؟ في الحقيقة أنه هذا المدرب ليس لديه خبرة فيما يتعلق بالإشراف على المنتخبات الوطنية ولا حتى العمل في القارة الإفريقية، لكونه أشرف على نوادي إسبانيا فقط. هذا يعد تحدي ورهان وتحدي ومغامرة أيضا من الرئيس الجديد خالد بن زبطي الذي فضل والذي صرح منذ تولي رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال أنه يريد بعث فلسفة كروية جديدة، أنه يفضل المدرسة الإسبانية التي نجح معها كونه كان رئيس نادي بارادو وقد قام بالاعتماد على المدرسه الاسبانيه ونجحت من خلال اكاديميه بارادو. لكن ربما اليوم المنتخب الجزائري في هذا الظرف يحتاج الى مدرب يعيد ترسيس صفوف الخضر، اعاده الثقه، لان المنتخب الجزائري حظوظه ذات ضئيله جدا فيما يتعلق بالتاهل لمونديال 2018 في روسيا، وايضا من اجل قطع تاشيره المرور الى كاس افريقيا بالكاميرون 2019. مهمه كبيره على عاتق هذا المدرب، وحتى وان كان المدرب خواكين فهو متقدم نوعا ما في السن، يبلغ من العمر 62 سنه، وكان المدرب ربما رئيس الاتحاد الجزائري صرح في وقت سابق قال انه ممكن يتم اختيار مدرب شاب على الاقل يكون لديه مشروع طويل مع المنتخب الجزائري، لكن هذه الجزئيات ممكن ان تترسم مشروع او اوضح اكثر مع البيان الرسمي والاعلان عن المدرب الاسباني اولا، وبعدها يتم التعرف بصفه رسميه عن اسم هذا المدرب. اشكرك جزيلا حسين بوصالح مراسل بي إن سبورتس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. لوح